وفي سابقه ما بتحصلش كتير في اداره الكره المصريه. بتمشي مدرب مصري وبتجيب مدرب مصري بعده. يا سلام على الكرياتيفيتي. بعد ما مشينا محمود الجوهري قررنا التعاقد مع الكابتن محسن صالح. محسن صالح جه بعد ما حقق فتره وطفره تاريخيه مع النادي الاسماعيلي، قدر ياخد الدوري، نافس على افريقيا، وعمل جيل ذهبي للاسماعيلي. فتره منتخب مصر مع محسن صالح كانت غريبه، كان في صدامات كتير مع الاداره وساعات مع الجمهور. ربنا يستر وتعدي على خير. صعدنا لكاس الامم بصعوبه ولعبنا ماتش ودي وخسرنا فيه من فرنسا 5-0. فكاب محسن صالح يقدم استقالته وبعدين يقول عقدي مستمر، طالما اتأهلت لكاس الامم فانا عادي مكمل، وكمان لو وصلت نص نهائي كاس الامم هكمل في تصفيات كاس العالم. سبحان الله، كرياتيفيتي حتى في العقود. ودخلنا كاس الامم 2004، بس المره دي ما خرجناش من دور الثمانيه، خرجنا من دور المجموعات. وبيستقيل محسن صالح وترجع ريما لعادتها القديمه والمدرب الاجنبي هو الحل. فاحنا ايه بقى؟ اخر مدرب اجنبي جبناه كان مدرب فرنسي، علشان فرنسا كسبت كاس العالم 98. طب مين كسب كاس العالم 2002؟ البرازيل كسبت كاس العالم 2002. هنجيب مدرب برازيلي يدرب المنتخب؟ لا. فنشوف ايه البطوله الكبيره اللي قبلها، بطوله يورو 2000 كان النهائي ما بين فرنسا وايطاليا وفرنسا كسب. طب المدرسه الفرنسيه فشلت معانا، خلاص نروح للمدرسه الايطاليه. طبعا ما هم وصلوا نهائي اليورو وعندهم منتخب وهيكسبوا كاس العالم 2006 والدنيا جميله اهي. فبنجيب الايطالي ماركو تارديلي، لاعب كبير ومن اساطير الكره الايطاليه، درب منتخبات الناشئين في ايطاليا وكومو وباري وانتر ميلان. بس ما فيش، هم كام ماتش في تصفيات كاس العالم جمعنا 7 نقط من 5 ماتشات. كسبنا السودان والكاميرون، خسرنا من كوت ديفوار في مصر ومن ليبيا في طرابلس، وتعادلنا مع بنين. عشان تارديلي يودعنا اقامه قصيره، حوارات كتيره،